السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات حمزة للطبخ. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنا اليوم مشوك معسل ومشقق. هذا المشوك نتاع اليوم يجي بزاف بنين، يجي يذوب في الفم، يجي معسل حتى للقلب ويخرج كمية كبيرة. هذه الوصفة ناجحة ومضمونة 100%. كملوا الفيديو للأخير. ما تنسونيش خواتاتي بجام في الفيديو. ربي يعطيكم ما تتمنوا، واشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا باش يوصلكم كل الجديد من وصفاتي ان شاء الله. نروح نتعرفوا على طريقة التحضير. لهذه العجينة نحتاج 250 غرام مارغرين تكون طرية. نزيد عليها كاس سكر قلاصي، حجم الكاس 220 مليلتر، مع مغرفة صغيرة معمرة مليح لافاني، ونزيد زوج صفار بيض مع بيضة كاملة. وهنا تبغوا تخدموا بالباتر ولا بالفوي كيما تبغوا، المهم لازم تخلطوهم مليح باش الحلوى تاعكم تجي خفيفة، وباش تاني المشوك يتشرب مليح هذيك الحسيلة اللي غادي نعسلوه بيها. وهنا كي خلطتهم مليح رايحه نزيد عليهم كاس كاوكاو محمص ومرحي اللي كنت رحيته في المتوسط. ما ديروهش رقيق وما ديروهش خشين، ديروه في المتوسط كيما راه يبان لكم في لا فيديو. نزيد تاني زوج مغارف يكونوا معمرين مليح مايزينا اللي هي نشاء. وعندي عطر ليمون، الا كان عندكم ديروا، الا ما كانش عندكم ما ديروش، مشي لازم. ونزيد نخلط غير شويه برك ونحبس من الباتر. ورايحه نبدا ندير في الفارينه. مع الاولى ندير زوج كيسان فارينه ضربه واحده، مع صاشي خميره كيميائيه حوالي 10 غرام، نغربلها في صفايه كما شفتوا. ونجيب الكاس الثالث ونخليه على جهه، ونبدا نلم في العجينه ونبدا نزيد في الفارينه غير بشويه حتى نتحصل على العجينه اللي تكون طريه. بالكو تيبسوا العجينه، لو كانت تيبسوا العجينه الحلوه راح تجيكم يابسه وما راحش تشربكم الحسيله. انا الفارينه دات لي زوج كيسان، والكاس الثالث ديت منه غير نص. نتوما ديروا زوج كيسان والكاس الثالث تبقاو ديروا فيه غير بشويه كيما انا حتى تتحصلوا على عجينه تكون طريه. وهنا شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها تكون هكا طريه. وشوفوا شحال بقالي من الكاس الثالث، نص كاس فارينه. ومن بعد رايحه نبدا ندير كريات. وهنا تبغوا ديروا عينكم ميزانكم، تقدروا تستعملوا ميزان ديروهم كامل كيف كيف. انا درت عيني ميزاني، نتوما الا وزنتوهم ديروهم 30 غرام ووزنوهم كيما تبغوا. انا هنا نشكلهم كريات كيما شفتوا. انا درتهم ما هم كبار ما هم صغار، درتهم في المتوسط. المهم خرجت لي 41 حبة. انا نكمل نشكلهم كريات بنفس الطريقة. وهنا كي كملت كامل الكريات كيما شفتوا، عندي هنا بيض اللي كنت خليته من الصفار، وعندي هنايا كاوكاو اللي كنت حمصته غير شوية. ما تحمصوهش بزاف، رحيته في الخشين، ما ترحوش في المتوسط، ديروه في الخشين باه يجيكم الشكل نتاعه شباب. البيض زدت درت له عطر نتاع الليمون، ولا تقدروا ديروا عطر لافاني ولا لافاني بودر غير باش تنقل عنا ديك ريحة البيض. نخلط مليح هذاك البيض مع لافاني. ومن جهة اخرى كنت موجدة لي كيسات في سنيوة اللي راح ندير فيها المشوك. ونبدا نخدم ندير ديك الكرية في البيض، نغطسها مليح كيما شفتوا، ونديرها في الكاوكاو ونرمدها مليح. انا الكاوكاو كي رحيته صفيته قلحت منه هذاك الرقيق، وخليت غير الخشين باه الحبة نتاع المشوك يجي الشكل نتاعها شباب. انا خرجت لي 41 حبة، والحبة الله يبارك، وإلا صغرتوهم يديروا لكم قريب 50 حبة. انا كيما شفتوا كبرت الحبة. ونديرهم في لي كيسات.
وهنا كل ما تخدموا 3 حبات ولا 4 حبات ديروا لهم هكا في الوسط حبة نتاع كاوكاو ولا ديروا لهم واش يكون عندكم. وهنا بعد ما كملتهم كامل كيما شفتوا راح ندخلهم يطيبوا في الفرن اللي كنت مشعلاته كي بديت نخدم في الكريات. تماك شعلوه وخلوه يسخن ودخلوهم يطيبوا على 160 درجة، نشعلهم من التحت ومن بعد نشعلهم من الفوق قيس ما يتحمروا غير شوية ونطفي عليهم. وهنا المشوك بعد ما طاب غير طاب وهو سخون رايحة ندير له الحسيلة. العسيلة تكون باردة والمشوك يكون سخون، لازم تم تعسلوه ما تخلوش حتى يبرد، لازم هو سخون. ندير له واحدة زوج مغارف صغار نتاع العسل. شوفوا خواتاتي كي راه خفيف راه يتشرب بالخف ديك الحسيلة ومام جا كيما شفتو مشقق. دايما كي يكون مشوك مشقق راح يتشرب بالخف ديك الحسيلة. انا نكمل كامل نعسلهم كيما شفتو. وهنا المشوك بعد ما كملته كامل وعسلته وخليته برد نروح نديره في طبق التقديم. وهنا المشوك بعد ما كنت قدمته كيما راكم تشوفوا فيه جاي شهي شهيتكم في الجنة خواتاتي العزاز. جا مشقق وجا خفيف جا معسل حتى للقلب، مش الشكل نتاعه راه يبان خفيف ويشهي صدقوني جا ولا اروع. رايحة نقسم قدامكم شوفوا بالخف تقسم معايا، شوفوا كيفاش جا من الداخل جا خفيف راه يبان لكم في الصورة. جا معسل جا يدوب في الفم، شوفوا لي داك التشقاق الله يبارك. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم في لا فيديو، ربي يحفظكم. بارطاجوا الفيديو مع اصدقائكم باه الفيديو يطلع للمشاهدين، واشتركوا في قناتي ربي يفرحكم. ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامة.